داخل نادي المنصورة. يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا الدكتور او النائب مكرم رضوان رئيس مجلس اداره نادي بني عبيد الرياضي. دكتور برحب بيك النهارده على الصفحه الرسميه نادي المنصورة. كلمنا النهارده عن زيارتك وتواجدك داخل نادي المنصورة. اهلا بحضراتكم، وانا سعيد النهارده بتواجدي في نادي المنصورة. سعيد ان انا موجود مع الزملاء افاضل بنكن لهم كل الاحترام والتقدير. دعوه كريمه من رئيس مجلس الاداره العميد محمد بسيوني. يمكن من زمان واحنا لنا ذكريات ومعزه خاصه في ملعب نادي العمال وملعب نادي المنصورة. يمكن واحنا صغيرين في الاعدادي والثانوي وكنا بنيجي نتفرج على ماتشات هنا، وكنا بنيجي نلعب كوره. كان لنا كابتن عادل صديق كان بيلعب في فريق اشبال نادي المنصورة، كنا بنيجي نتفرج على الماتشات كلها هنا. وكان نقعد مع كابتننا الكبار كابتن احمد شاكر وكابتن سعد سليط الله يرحمهم وكابتن سطوحي والجماعه كلهم. اعتقد ان احنا كلنا دافعين ونفسنا نشوف نادي المنصورة تاني في الدوري الممتاز، لان نادي المنصورة دي رمز للداهليه كلها. اما بتكون نادي المنصورة في صحوه بتكون كل الانديه الداهليه معاه، بيشد الانديه وراه وبنبقى لنا كيان ولنا وضع تاني ان شاء الله. اعتقد ان انديه الداهليه بامكانياتها سواء اذا كان نادي المنصورة او نادي كيرنس او نادي بني عبيد او شربين او نبارو او الانديه الاخرى، ممكن ان شاء الله يبقى لنا كيان اكبر وافضل ووضع احسن في الايام الجايه ان شاء الله. سيادة النائب قلت كلمة كويسة جدا، ان لو نادي المنصورة في صحوة بتعود على أندية الداهلية. النهارده الجماهير زعلانة جدا وغير راضية عن مستوى المنصورة، ونفس المنصورة ترجع للدوري الممتاز بصفتك قيمة كبيرة. رسالة حابب توجهها لنادي المنصورة بعد تولي هذا المجلس والتغيير اللي يعني الكبير في الإنشاءات، وسواء في فرع جمصة أو نادي المنصورة. هو اللي حصل مش نادي المنصورة بس، هي كل الأندية الشعبية، لأن الكرة دلوقتي عادت إمكانيات وفلوس وصناعة واقتصاد. فالأندية اللي عندها إمكانيات أكتر في الفلوس هي اللي بتقدر تواصل، وإحنا شفنا الشركات هي تقريبا هي اللي مسيطرة دلوقتي نظرا لأن هي إمكانياتها عالية باستثناء الأندية الأهلي والزمالك. اللي إحنا بدأنا نفوق ونبص للحكاية دي، بدأنا نزود مواردنا سواء نادي المنصورة سواء نادي بني عبيد سواء نادي كيرنس. أعتقد نادي المنصورة دلوقتي بدأ ياخد خطوات واسعة إن هو بيطور منشآته داخل مدينة المنصورة أو في مدينة القرية الأولمبية في جمصة. أعتقد لما يكون لنا عائد يقدر نصرف بيه على لعبة كرة القدم ونحافظ على لعبتنا ونسكنهم داخل أنديتنا، أعتقد الوضع هيختلف تماما في الفترة الجاية إن شاء الله. سيادة النائب بنشكرك وبالتوفيق وكل سنة وأنت طيب. الله يمتع الصحة والسلامة، كل سنة وأنتم طيبين.